بعدها بفترة بيفوق وولف وبيلاقي نفسه مقيد هو وأصدقائه، وبتظهر قطة رمادية وبتعرفهم على نفسها وبتقول لهم إن اسمها اللص فانتوم أو كيتي، وبتعرفهم على باقي الفريق بتاعها اللي قابلوهم قبل كده، وبيكونوا بيكتل اللي قابلوها قبل كده في حلبة المصارعة، ودوم اللي هي المفروض سوزان. وبتقول لهم كيتي إن هي جمعتهم هنا علشان بتخطط لمهمة ضخمة جدا وكبيرة عليهم هم التلاتة، وعلشان كده هي محتاجة مساعدتهم. فبيرفض وولف، لكن كيتي بتوريه فيديو قديم لديان أيام ما كانت حرامية زيهم، وبتعرفهم إن الفيديو ده لو طلع للعلن هيدمر مستقبلها. ووقتها بيضطر وولف يوافق مقابل الفيديو، فبتفكهم كيتي بعدها وبتاخدهم وبتوريهم المهمة اللي هيعملوها، واللي بتكون عبارة عن سرقة مكوك فضائي. وفي مكان تاني وسط البحر بنشوف ديان رايحة لسجن معزول وبيكون محبوس فيه ملمة شرير الجزء الأول، وبتدخل تقابله وبتسأله عن مادة المجافونايت، فبيقول لها المعدن ده ليه خاصية نادرة وبيشتغل زي المغناطيس، ولو تعرض لجهد كهرباء عالي مش بيجذب أي معدن لكن بيجذب الذهب بس. هو بيعرفها إن هي تاني واحدة تسأله عن المعدن ده، فبتروح ديان بسرعة لغرفة المراقبة وبتسأل الموظف عن آخر حد زار ملمت، وبتاخد الصورة وبتعرف إنها كيتي، وفعلا بتقدر تحدد مكانها بعدها بفترة بيفوق وولف وبيلاقي نفسه مقيد هو وأصدقائه، وبتظهر قطة رمادية وبتعرفهم على نفسها وبتقول لهم إن اسمها اللص فانتوم أو كيتي، وبتعرفهم على باقي الفريق بتاعها اللي قابلوهم قبل كده، وبيكونوا بيكتل اللي قابلوها قبل كده في حلبة المصارعة، ودوم اللي هي المفروض سوزان. وبتقول لهم كيتي إن هي جمعتهم هنا علشان بتخطط لمهمة ضخمة جدا وكبيرة عليهم هم التلاتة، وعلشان كده هي محتاجة مساعدتهم. فبيرفض وولف، لكن كيتي بتوريه فيديو قديم لديان أيام ما كانت حرامية زيهم، وبتعرفهم إن الفيديو ده لو طلع للعلن هيدمر مستقبلها. ووقتها بيضطر وولف يوافق مقابل الفيديو، فبتفكهم كيتي بعدها وبتاخدهم وبتوريهم المهمة اللي هيعملوها، واللي بتكون عبارة عن سرقة مكوك فضائي. وفي مكان تاني وسط البحر بنشوف ديان رايحة لسجن معزول وبيكون محبوس فيه ملمة شرير الجزء الأول، وبتدخل تقابله وبتسأله عن مادة المجافونايت، فبيقول لها المعدن ده ليه خاصية نادرة وبيشتغل زي المغناطيس، ولو تعرض لجهد كهرباء عالي مش بيجذب أي معدن لكن بيجذب الذهب بس. هو بيعرفها إن هي تاني واحدة تسأله عن المعدن ده، فبتروح ديان بسرعة لغرفة المراقبة وبتسأل الموظف عن آخر حد زار ملمت، وبتاخد الصورة وبتعرف إنها كيتي، وفعلا بتقدر تحدد مكانها